فيلمنا اسمه داون، إنتاج 2019. بيبدأ الفيلم مع جينيفر اللي بتكون شغالة في مكتب، وهي آخر واحدة بتغادر المكتب يوم الجمعة، والمفروض إنها بعد كده هتركب طيارة علشان خاطر تروح لنيويورك علشان خاطر تقضي عطلة نهاية الأسبوع وتشوف خطيبها السابق في عيد الحب. وفي الوقت ده هي بتبعت له رسالة وبتقول له فيها إنها مش عاوزة تتأخر عن رحلتها، وبتاخد شوية حلويات من اللي موجودة في المكان وتحطها في الشنطة بتاعتها وبتمشي. وده كمان جي اللي بيستعد هو كمان إنه يسيب المكان، والاتنين بيروحوا عند الأسانسير، وجينيفر بتركب من الطابق 49 وهو كمان بينضم ليها في الطابق 42. وفعلا بيركبوا مع بعض وهو بيبدأ يتكلم ويهزر معاها، لكنها في نفس الوقت بتكون مش مهتمة بكلامه، وبتكون مهتمة في الوقت ده إنها تعمل مكالمة. وهو بيوريها نقش موجود على الحيطة، وفجأة الأسانسير بيتعطل وبيحاول هو يدوس على اي مفتاح او يدوس على الزرار بتاع الانذار، ولكن مفيش اي حاجه بتشتغل مع ان الكهرباء في الوقت ده بتكون واصله. حاول كمان انه يفتح الباب، ولكن على الرغم من كده مش بينجح. وبيقفوا هما الاتنين قدام الكاميرا وبيفضلوا يشاوروا علشان خاطر اي حد يلحقهم، ولكن محدش بيستجيب ليهم. وكمان الموضوع اتعقد اكتر لان تليفوناتهم في الوقت ده ما بيكونش فيها اي شبكه، والسبب في كده لانهم بيكونوا في الدور الرابع الارضي. وجينيفر في الوقت ده بتساله في رجاله الامن اللي موجوده في المبنى، وبتبقى في الوقت ده خايفه كمان ان الرحله بتاعتها تفوق. وبعد مرور 15 دقيقه بيحاول انه يطلب المساعده ويخبط على الباب، ولكن محدش برضه هنا بيسمعهم. وهنا هو بيفكر ان ممكن يكون في فتحه علشان خاطر يهربوا منها، وهو بيشيل على كتفه بشكل محرج. وبالفعل هي اول ما بتطلع على كتفه بتفضل تخبط علشان خاطر اي حد يسمعهم لحد ما ايديها بتوجعها، وهو بينزلها من على كتفه. وبعد مرور ساعه بتدرك جينيفر ان هي مش هتلحق الرحله بتاعتها، وجي في الوقت ده بيحاول يهزر معاها علشان خاطر يخفف عنها لانها بتلعن في الوقت ده كل حاجه وكل شخص حواليها، ولكنها لحد ما بدات تتجاوب معاه ويهزروا مع بعض، سلموا على بعض وتعرفوا على بعض كمان، واستمروا في الضحك والهزار. وجينيفر في الوقت ده ما بيكونش معاها ميه، وجي بيعزم عليها ويديها المي ولكنها ما بتشربش، وهو كمان بيقول لها انه معاه النبيذ. والاتنين كمان بيلاحظوا ان معاهم فتحات يفتحوا بيها الازايز، ولكنها في الاخر بتقبل انها تشرب ميه علشان خاطر تراضيه. وكمان لان ما فيش اكل معاهم، وجينيفر بتدي لجي بعض الحلوى اللي معاها، وهي كمان بتقول له انهم لازم يحتفظوا بالاكل اللي معاهم لانهم مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد كده، وانهم كمان ممكن يفضلوا موجودين في الاسانسير لحد يوم الثلاث. وبعد 4 ساعات جينيفر بتكون عاوزه تدخل حمام، ولكنها في نفس الوقت ده بتحاول تحتفظ بكده لان ما فيش حمام في المكان، وهي طبعا بتكون محرجه انها تعمل كده قدام جي. بس هو بيقول لها انها تروح كده في زاويه، وهو كمان هيغمض عينيه ويبص بعيد. وكمان هو بيديها ازازه زي ازازه الميه علشان خاطر تعمل الحمام بتاعها فيه، وهي بالفعل بتعمل كده، وهو في نفس الوقت بيكون بيغني. وبعد ما بتخلص بتبدا ترسم على الحيطه بتاعه الاسانسير. وبعدها هما الاثنين بيلعبوا لعبه، وباثناء ما هما بيلعبوا بيبداوا يتكلموا عن حياتهم الشخصيه. وجي بيقول لها انه للاسف مفيش اي حد يدور عليه، وانه حياته كلها للشغل وبس. وهي كمان بتقول له انها كانت رايحه نيويورك علشان خاطر تفاجئ شخص موجود هناك، ولكن من الواضح كده انه ما كانش عاوز، علشان كده ما حصلش نصيب. وبعدها جي بيروح ازازتين نبيذ وبيفتحهم وبيشربوا فعلا علشان خاطر هم بيكونوا عطشانين، علشان خاطر كمان ما يموتوش. وبعد وقت كبير جدا بيفضلوا مشغولين برسم بعضهم البعض، وجي بدأ يرسمها وهي كمان بدأت ترسمه. وفي الوقت ده بدأوا يقربوا من بعض أكتر، وجي بيقول لها إن دي مش أول مرة يشوفها فيها، وإنه شافها قبل كده في المبنى بتاع المكتب، ولكنه ما حبش يقول لها لأنه ما حبش إنه يظهر قدامها إنه يطاردها، ودي الحاجة اللي ممكن تخليها ما تحسش ناحيته بالراحة والأمان. وبدأ يقول لها كمان في الحقيقة أنا كنت خايف من رد فعلك، أو كنت خايف إن أتكلم معاكي لأنك ممكن ببساطة تحرجيني. وهي في الوقت ده بتضحك عليه، وفي الوقت ده هما بيخلصوا الرسومات بتاعتهم، وهي بتوري له الرسمة بتاعتها اللي هي رسمتها له. وفي الحقيقة الرسمة بتكون قريبة منه، ولكن هو التاني بيوريها الرسمة واللي بتكون شبهها طبق الاصل. وهي بعد كده بتقول له انها هتصور الصوره دي وتحطها في ملفها الشخصي اذا اتكتب يوم ان جه من المكان ده. بعد كده بيبداوا يتكلموا عن الاكل، وبما انهم بيكونوا جعانين فهي بتطلب منه انه يغير الموضوع، ويبدا هو فعلا يكلمها في شويه مواضيع، ولكنها بتختار موضوع ممارسه العلاقه. وبتقعد على حيلها وبتمسك موبايلها وبتبدا تصوره، وبدات كمان تساله اسئله محرجه. واول سؤال سالته له عن اقذر علاقه هو عملها، ولكنه بيكون خجول، علشان كده هي بتبدا تشاركه قصتها الاول. وبدات جينيفر تكلمه عن حد من اصدقائها السابقين، وقالت له ان هي اول علاقه عملتها في حياتها كانت العلاقه دي في الكليه، وكانت بالتحديد في المكتبه. ولما بيبي هو دوره بيكون مش عايز يتكلم لانه شايف ان ما عندوش قصه ممكن تكون مهمه. وجينيفر بتقول له خلاص ما دمت ما عندكش قصه او علاقات فانت ممكن تالف اي قصه من دماغك. وبيبدا فعلا يقول لها ان كان في بنت مثيره كانت حابه انها تكون معاه في خروجه تبع الشغل، وانهم ركبوا العربيه وبدات تخلع هدومها اثناء ما هو بيكون سايق العربيه. وقال لها كمان ان الموضوع ده ضايقني جدا، ما كنتش مرتاح. وبيسكت بعدها، وجينيفر بتقول له سكت ليه؟ فهو بيقول لها انا كده
تقريبا تجاوزت في الكلام، وهي بتقول له بالعكس انا مش متضايقه. بعدها بتقرب منه وبتبوسه وبيعملوا مع بعض علاقه كامله في الاسانسير. وبعد ما بينتهوا من العلاقه دي جي بيقول لها انه حبها ولكنها بتبعد عنه وبتقول له انها عاوزه ترجع لجوزها السابق، وان ده السبب كمان اللي هي كانت رايحه له نيويورك عشانه، وانها كمان كانت رايحه علشان خاطر تفاجئ وتصلح الامور ما بينهم وتحسن كل شيء. وجي بيقول لها على الرغم من ان لقائنا كان ممتع ولكن احنا ممكن نفضل اصدقاء. بس جينيفر في الوقت ده بتكون متضايقه وبتقول له انها بتحب جوزها وبتحكي له عن حاجات وذكريات مع جوزها، ولكن جي بيقول لها انا حبيتك جدا وانت كمان بتحبيني، وانا بعتقد ان جوزك ما يستحقكيش. ولكن هي في الوقت ده بتتضايق جدا لانها لسه بتحب جوزها، وبتقول لجي اننا اول ما ننزل من الاسانسير كل واحد يعيش حياته لوحده. وجي في الوقت ده بيكون مصر على انه من المفروض انهم يكونوا مع بعض، وبيبدا في الوقت ده يبكي لانه بيشعر بالغربه، وده على الرغم من انهم الاثنين محبوسين في نفس الاسانسير. وهنا بقى حصلت حاجه مش متوقعه خالص، وبيبدا يتكلم وجينيفر بتبص له وبيحكي لها عن هويته الحقيقيه، ويقول لها كمان ان هو كذب عليها في موضوع مكان عمله والمكان اللي هو شغال فيه، وقال لها ان هو ما شافهاش مره واحده بس لكنه في الواقع كان بيشوفها كل يوم في الشغل. وبيبدا يطلع تليفونه ويعرض لها بعض الصور ويذكر لها الاوقات والتواريخ اللي صور فيها الصور دي. والموضوع كمان ما وقفش على الصور، ده كمان كان معاه فيديو ليها وهي بتركب الاسانسير. وجينيفر في الوقت ده بتكون خايفه، وبيبدا كمان يصدمها ويقول لها ان هو الحارس بتاع المبنى، وبيخبط ايديه في الحيطه وبيكون متضايق جدا لان محدش بيلاحظ وجوده او محدش بيلاحظ وجود افراد الامن في العموم. وبيكون متضايق كمان ان هي حتى ما تعرفتش عليه بالرغم من انه شغال في مكتب الاستقبال، وقال لها كمان انه بيعرفها اكتر من جوزها. وبدا يقول لها كمان ان كل اللي حصل ده كان متخطط ليه، ويطلع المفتاح من جيبه ويبدا يفتح الاسانسير. وجينيفر ما كانش مصدقه كل اللي بيحصل، وقالت له ان هي هتتصل بالشرطه وان هو كمان هيقضي حياته كلها بالسجن. وهو بيتضايق جدا وبيبدا يمسك فيها، وبيحصل ما بينهم شجار عنيف، وعن طريق الخطأ هي بتكسر المفتاح بتاع الاسانسير، واستمرت المشاجره ما بينهم. وبعد كده هي بتخلع الحذاء بتاعها وبتضربه بيه على دماغه وبيقع على الارض. وجينيفر بتكون خايفه ليكون مات وبتنزل تبص عليه، ولكنه بيقوم فجاه وبيخبط دماغها في الارض، وبعدها الاتنين بيفقدوا الوعي. وبعد فتره بتصحى جينيفر وبتلاقي جي صحي من الغيبوبه اللي كان فيها، وبتساله انت ليه عملت كده، وهو بيقول لها انه حب يبعد عن اي حاجه وحب يبعد عن التواصل بالبشر علشان يقربوا من بعض اكتر. وقال لها كمان انه ما كانش حابب انه يقابلها وبس، ولكن كان حابب كمان ان يعمل معاها علاقه. ويقضوا الاسبوع بتاع العطله مع بعض، وجينيفر بتقول له انك مش هتفلت من العقاب لانه بالتاكيد في حد هيجي يخرجنا. ولكن هو بيصدمها في الوقت ده ويقول لها انه اخد كل الورديات بتاعت زمايله اللي شغالين معاه، وان محدش فيهم هيجي قبل نهايه الاسبوع اللي هو يوم الثلاث. وجينيفر بتساله طب انت هتعمل ايه؟ هو بيقول لها انه بيفضل انه يقتلها على انه يرجع السجن من تاني، وقال لها كمان انا ما اجبرتكيش على انك تعملي معايا اي حاجه. وجينيفر في الوقت ده بتقول له انت خطفتني، وده بيخليه يغضب زياده. ولما بيهدى بيفتح الشنطه اللي فيها الهديه اللي اشتريتها جينيفر خطيبها السابق، وبيكون في الشنطه قميص وعلبه، وهو بيلبس القميص وبيطلب منها انها تفتح العلبه. وفعلا بتفتح العلبه ويكون فيها سجاير ومقص وولعه، وبيبدا في الوقت ده يطلع السيجاره ويولعها، وبيسخر من جينيفر اكتر ويقول لها انه بيتمنى لها حياه سعيده. وبعدها بيعتذر جي لجينيفر بسبب انه خوفها، وبيسالها بعد كده اذا كان ممكن انهم يتصالحوا او لا، وبيطلب منها الفرصه وبيقول لها انك مش لازم تجاوبي دلوقتي، وقال لها فكري الاول وبعدين جاوبي. وبعد كده بيكون في المصعد في شاشه ويكون في اعلان للسفر، وهو بيبدا يعلق على الفيديو ويقول ان الاشخاص اللي موجودين في الفيديو من الواضح كده ان هم سعداء. وبيقول جي لجينيفر انه في يوم من الايام هياخدها للمنتجع اللي في الاعلان ده، ويكون في الاسانسير مكان للاضاءه ما بيكونش شغال، وهو بيتضايق علشان ما بيكونش شغال، وبيمسك الزجاج الازاز اللي كان مع جينيفر ويكسرها بيه، وبيكون في له موجود في السقف، وهو بيعتقد في الوقت ده انه ممكن يشيل اللوح ده ويخرج منه. وفعلا بيبدا يعمل كده، وجينيفر بتكون واقفه جنبه وبيطلب من جينيفر انها تشيله، ولكنها بتقول له انك انت اللي سهل انك تشيلني لان انا ما عنديش القوه الكافيه ان اقدر اشيلك. هو بيشك في الوقت ده انها ممكن تخرج وما ترجعش تاني، وممكن كمان تتصل بالشرطه، ولكن جينيفر بتبدا تقول له الكلام اللي هو بيفكر فيه، بتقول له ان هي اول ما هتخرج هتفتح المصعد من بره وترجع له تاني. وفعلا بيقتنع بكده وبيبدا يشيلها على كتفه وبيقول لها على مكان السلم والباب، وبتكون فرحانه جدا لانها اخيرا اتمكنت انها تهرب. وبعد كده هي بتلف ظهرها وبتشاور له بصبعها بطريقه مش حلوه، وده اللي بيخليه يغضب منها. واثناء ما هي بتطلع السلم هو بيلاقي طريقه هو كمان علشان خاطر يخرج وراها، وبيربط قطعتين من القماش وبيرميهم على عارض في الاسانسير. وجينيفر في الوقت ده بتكون بتتحرك ناحيه الباب، وهو بيبدا كمان انه يطلع وبيقول لها في الوقت ده احسن لك تهربي لان لو مسكتك هتموتي. وبتقرب جينيفر فعلا من الباب وهو بيقرب منها، وبالفعل بيقدر يمسكها ويوقعها في الاسانسير، والاثنين بيفقدوا الوعي. وبتصحى جينيفر الاول وبتلاقي رشاشات الحرايق، وبتفكر في خطه جديده علشان خاطر تخرج نفسها، وبتحاول انها تشغل اجهزه انذار الحرايق عن طريق انها تولع السيجاره، ولكن مش بيحصل حاجه.
وهي لما بتدرك كده بتبدأ تولع شوية نار صغيرين، والأسانسير في الوقت ده بيتملي بالدخان، وجاي بيصحى وهي بتضربه وبتكسر له مناخيره. تنجح كمان إنها تربطه بقطعتين من الملابس، وهو كمان قال لها إن إنذار الحرائق مش هيشتغل، لكن اللي أنت بتعمليه ده هيخلينا نموت بسبب الصعق الكهربائي. وجينيفر في الوقت ده بتهدده وبتطلب منه يعترف بكل اللي هو عمله فيها. وفتحت الكاميرا وبدأت تصوره، وبدأت تحكي هي كمان على كل اللي حصل معاها، وسألته عن اسمه الحقيقي، وقال لها إن اسمه الحقيقي جون. وبيعترف في الوقت ده إن هو اللي تسبب في إنهم يكونوا موجودين في الأسانسير بالعمد، وهو كمان اللي كان راسم الرسمة اللي على الحيطة، وهو اللي كمان استخدم المفتاح علشان خاطر يوقف الأسانسير. وجينيفر بتخليه يعترف إن هو احتجزها في الأسانسير، وفعلا بيعترف جون إنه خطفها واحتجزها، وبيجاوب على كل الأسئلة اللي هي سألتها له، وإنه كمان خبط دماغها في الأرض، ولما حاولت إنها تهرب خبطها في الحيطة. وجينيفر في الوقت ده بتسأله عن السبب اللي خلاه يعمل كده، هو بيقول لها إن هو عمل كده علشان خاطر يعمل معاها علاقة، وبيطلب منها إنها تسيبه يمشي، ولكنها بترفض. وبيقول لها بقى في الوقت ده عن هويته الحقيقية قبل ما يكون حارس أمن، وإنه كان محاسب شغال في شركة كبيرة وكان ناجح جدا. وقال لها كمان إن قصة البنت اللي حكى لها عنها كانت حقيقية، وإن هي فعلا انتهت في الوقت اللي هو قال لها عليه، وده لأن العربية في الوقت ده عملت حادث واتقلبت حوالي 7 مرات، وده طبعا اللي تسبب في وفاتها. وإن هو اتسجن في الوقت ده حوالي 6 شهور، وإنه لما خرج من السجن ما كانش قدامه غير إنه يشتغل حارس أمن، وبعد شهور كان عاوز إنه يكون على طبيعته وينسى كل اللي حصل. وجينيفر في الوقت ده اللي بتكون هتتجنن، لأنها برضه لحد دلوقتي ما كانتش عارفة إيه السبب اللي خلاها يختارها هي بالذات. وهو بيقول لها إن أنت أفضل بنت عرفتها في حياتي. والأيام بتمر، وبيجي يوم الاثنين وبيكون لسه محبوسين في الأسانسير، وبيجي حد من حراس الأمن اسمه إيدي، وبيكون معاه صديقة، وكمان هو أخدها في المكان ده علشان خاطر يعمل معاه علاقة. وفي الوقت ده حارس الأمن بيدور على جون ولكنه مش بيلاقيه، وهو ده اللي بيخليه يروح يراجع الكاميرات. ولما بيراجع الكاميرات بيلاقي إن جون وجينيفر محبوسين في الأسانسير، وهو بيصحيهم. وفي الوقت ده جينيفر بتتوسل له إنه يخرجها من الأسانسير، وبيقول لها إن هو ينزل فعلا يخرجهم، وبيروح فعلا علشان خاطر يخرجهم. وفي الطريق بتكون صديقته نايمة على كرسي، وبيوصل الأسانسير وبيفتح الأبواب باستخدام عتلة. وجينيفر بتكون عاوزة تخرج، لكن بيقول لها إنه لازم يفتح الأبواب بالكامل، وبيبعد ويبدأ يتكلم معاهم، لكن بيلاحظ إن محدش بيرد عليه، وده لأن جون قلد جينيفر وبيرمي الحارس المفتاح لجون. وبعدها هو بيقول لهم أعتقد كده المفتاح مش هيفتح الأسانسير، وأنا هطلع دلوقتي علشان خاطر أساعدكم. وفعلا لما بيطلع جون بيقفل عليه الأسانسير وبيقطعه نصين، ويموت في الوقت ده إيدي حارس الأمن. وجون بيضرب جينيفر مرة تانية وبياخدها على العربية ويحطها في الصندوق بتاع العربية، وبيرجع بعدها المبنى وبيتخلص من جسم إيدي وملابسه، وبينظف نفسه وبيلبس الزي العسكري بتاعه، وبيحط سيجارة في جيبه. ولما بيوصل لمكتب الاستقبال بيمسح كل الفيديوهات من الكاميرات الأمنية. وفي الوقت ده بتصحى صديقة إيدي، ولكن جون بيقتلها هي كمان، وبيتخلص كمان من جثتها. وبعد كده هو بيروح العربية بتاعته وبياخد جينيفر لمكان معزول علشان يتخلص منها، وبيبدأ يصب البنزين في حاوية مليانة بالزبالة. ولكن قبل ما يولع فيها بيقول لها إنه متضايق جدا إنهم مش هيكونوا مع بعض، وإنها كمان ما حبتوش زي ما حبها. وجينيفر في الوقت ده بتتظاهر إنها ماتت، ولما بيروح جون عند الحاوية اللي فيها الزبالة بتضربه على دماغه، وبتركب العربية وبتمشي، ولكنها بتقف مرة واحدة لما بتلاقي سجارة مولعة في الدرج بتاع العربية، وبترجع تاني للمكان اللي فيه جون وبتنتقم منه وبتولع فيه وهو صاحي. ودي طبعا بتكون نهاية فيلمنا النهارده.